مين فينا مش تعبان من التفكير في المستقبل والشغل وبكرة وبعد بكرة وسعر كيلو البانيه؟ ما كلنا عندنا قلق، بس بذمتك ده ينفع؟ الشيخ الشعراوي قال: لا يخاف من له أب فكيف بمن له رب. تقلق وربنا موجود وكريم؟ ما تجيش، صح؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت بيطمنك وبيقول لك ما تخافش وما تقلقش. لو انت مصمم تقلق تبقى انت اللي غاوي بقى تعكنن على نفسك بصراحة يعني. وفي الحلقة دي انا ناوي اخدك معايا في رحلة جميلة قوي. هنفتح مع بعضينا صندوق البريد الالهي بتاعنا ونشوف ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا ايه. ما هي كل مشكلة قلقاك وتعبى نفسيتك ربنا بعت لك الحل بتاعها على البريد بتاعك، بس انت اللي ما بتفتحش الصندوق ولا بتبص عليه بقالك كتير. قول لي كده، ايه اول مشكلة عندك؟ عندك عيال مثلا ومصاريفهم كتير ومش عارف تجيب لهم منين؟ ماشي، شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه في الحكاية دي: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ده في حالة إن عندك ولاد ومش عارف تصرف عليهم إزاي، لدرجة إنك والعياذ بالله عايز تتخلص منهم عشان مش لاقي مصاريفهم. أظن مفيش أصعب من كده. ربنا هنا بقى بيقول لك ما تخافش، اللي بيرزقك هو اللي بيرزقهم. هم ما زادوش على ميزانيتك يعني، بس لازم يا جماعة برضو نحسبها الأول علشان ما تبقاش متواكل على الله، وعشان ما تظلمش الأطفال اللي هيجوا للدنيا. طب عندك مشاكل ايه تاني؟ حياتك صعبة وعندك أزمة كبيرة؟ هل الأزمة اللي انت فيها دي أكبر من أزمة سيدنا يونس؟ ده واحد بلع حوت، يعني خلاص الحكاية انتهت. ده مش مسجون بين 4 حيطان ومفتاح سجنه في جيب حد ممكن يفتح له الباب ويخرجه، لا، ده مسجون في بطن حوت. عمل ايه سيدنا يونس؟ حاجة بسيطة قوي: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الكلمتين دول أسهل ولا الهم اللي حضرتك شايله والناس اللي عمال تلف عليهم عشان يساعدوك والمحاولات اللي بتهلك نفسك فيها عشان تحل مشكلتك؟ ربنا سبحانه وتعالى رد على سيدنا يونس قال له ايه بعد الكلمتين دول؟ تعرف؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم. هتقول لي بس ده سيدنا يونس يا عم، انا اروح فيه فين؟ هقول لك اصبر وكمل الآية: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي الايه؟ المؤمنين، كل المؤمنين مش الانبياء بس. وحضرتك بقى مش مؤمن ولا ايه؟ تقلق وربنا موجود وكريم؟ ما تجيش، صح؟ لان ربنا سبحانه وتعالى طول الوقت بيطمنك وبيقول لك ما تخافش وما تقلقش. لو انت مصمم